تباعا والإعلان عنها. وشدد بيان الدول الأربعة أن القرار جاء في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف والعمل المشترك للقضاء عليه، إذ أن السلطات في الدوحة مستمرة في انتهاك الالتزامات والاتفاقات المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وأن السلطات في الدوحة تجاهلت الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في اتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكميلي عام 2014، وهذا ما عرض الأمن الوطني للدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها. وأكدت الدول الأربع أن القائمة المدرجة مرتبطة بقطر وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى. وجددت الدول الأربعة التزامها بدورها في تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات الإرهابية، وأنها ستدعم كافة السبل في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي، وأنها ستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أيا كان مصدره. كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة التي لا ينبغي السكوت عن أي دولة عن أنشطتها. وأكدت السعودية والإمارات والبحرين ومصر شكرها للدول الداعمة لها في إجراءاتها في مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف.